السلام عليكم على احلى مشاهدين. هنعمل مع بعض النهارده كيكه الحليب بطريقه سهله ان شاء الله، مقادير مظبوطه. وده هوريكم بقى بعد ما طلعتها كده من الفرن، سبتها بردت كده حوالي ساعه. بدات اقطعها معاكم زي ما انتم شايفين كده، طعمها تحفه وشكلها تحفه. ان شاء الله جربوها هتعجبكم. مقاديرها سهله جدا ومش هتاخد منك اي وقت خالص. معايا هنا 3 بيضات، ادي اول بيضة وادي التانية والتالتة. هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا، وهحط كمان معلقة كوباية كده من السكر. هضرب بقى بالمضرب كده، ممكن برضو تعمليها في الخلاط مفيش اي مشكلة. هضرب البيض مع السكر مع الفانيليا لحد لما لون البيض يفتح معايا كده ويديني لون ايه، ابيض. يعني بضرب لمدة دقيقتين 3 كده. شايفين بقى الاول ما البيض بقى لونه فاتح معايا كده خلاص، يبقى هنزل بقى عليهم بنص كوباية من السمنة. ممكن تستخدمي زيت لو ما عندكيش سمنة. وهحط عليهم كوباية من اللبن، وهحط عليهم معلقتين كبار من النشا. النشا هنا يا جماعة بيدي طراوة حلوة قوي قوي للكيك بتاع الحليب، فاساسي هنا النشا. هحط معلقتين كبار من النشا، وهحط كده ذرة صغيرة من الملح، يعني رشة صغيرة. وبعد كده هحط كوبايتين من الدقيق. هنخل طبعا الدقيق كويس قوي. هحط كوبايتين من الدقيق، وهحط عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هبدأ بقى بعد ما حطيت الدقيق ونخلته كويس، هنزل بمعلقة البيكنج باودر. هضرب بقى المكونات كلها، ممكن بمضرب يدوي عادي او بمضرب كهربائي، يعني ممكن تستخدمي الاتنين. ممكن مضرب يدوي، ونبدأ نقلب كده الدقيق مع المكونات. مجرد بس ما الدقيق يختفي معايا خلاص على كده. معايا بقى هنا دي حلة عندي ساعات كده بستخدمها في الفرن، بعمل فيها الكيك. هبدأ هنزل بقى بالكيك، وهسيبها بقى في الفرن على درجة حرارة 180 على الشبكة في الرف اللي في النص. وبشغل المروحة عشان توزع درجة الحرارة جوه الفرن. بعد ما طلعت بقى من الفرن سبتها كده نص ساعة تهدى خالص، وبعد كده هبدأ بقى اطلعها. بتطلع معاكي بكل سهولة. لما بنحط الورق الزبدة ده كده بتطلع معاكي بسهولة قوي من الحلة. تمام. بعد كده ببدأ اشيل الورقة تمام بعد ما تبرد تماما. وشايفين زي ما انت شايفينها كده مستويه وحلوه جدا، والسوا بتاعها مظبوط قوي، ولا طالعه ناشفه من الحروف ولا اي حاجه، بالعكس طريه جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.